السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. هعمل معاكم النهارده إن شاء الله بإذن الله طاجن بامية كده يستاهل بقكم. هنسمي الله كده. البامية هنا معاها وغسلاها ومخليها زي الفل. هنسمي الله. هبدأ كده على طول. حط كده حتة سمنة حلوة بلدي، البصلة، توم، معلقة توم، هحط البامية، انا جايبه كيلو باميه، شوحها كده فيها تبقى حلوه اكتر طبعا، من غير ما تحطيها في الصلصه كده على طول بتبقى حلوه برده، بس دي التشويحه دي بتديها طعم احلى مع البصل والثوم. شوف البيت، شويه الطماطم اللي انا حطيتها، هسيبها بقى تغلي غلوه. مع نفسها كده احط لها بقى التوابل، ملح، فلفل، كمون. اللحمه انا سلقاها هحطها، غلوتين كده مع بعضهم وهحطهم في الطاجن. احطها بقى في الطاجن واحطها في الفرن كده، بقت ايه 3/4 سوا. احطها بقى زي ما انتوا شايفين حلوه ازاي، تتاكل كده خالص من غير تدخين فرن، بس طبعا الفرن بيديها جمال اكتر. دخلها بقى الفرن ووريها لكم. وطاجن الباميه طلع من الفرن، شوفوا بقى الجمال والحلاوه ومش عارفه اقول لكم الريحه عامله ازاي، حاجه كده اخر روعه. الباميه طبعا واخده من طعم اللحمه، طعمها جميل جدا جدا جدا. واللحمه طبعا فوق زي ما انتم شايفينها كده، عامله زي ما تكوني شوياها،
يعني مش محطوطه في الطاجن، كانها مشويه لوحدها، حاجه كده يعني اخر جميل. وعملت جنبيها بقى رز بشعريه. الرز بشعريه طبعا بيليق جنب الباميه، بيبقى ماشي معاها قوي. يا رب تكون حاجتنا بتعجبكم كده وتكون في متناول ايدينا يا رب. ولايك وشير وفعل الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.